الفحوصات الأساسية اللي احنا بنحتاجها علشان نشخص حساسية الصدر عند الأطفال، أول حاجة بتبقى فحوصات عادية زي صورة دم كاملة، سرعة الترسيب، الحاجات اللي هي مؤشرات للمناعة وللحساسية زي تحاليل أولية للمناعة عند الأطفال. الحاجة التانية ممكن نعمل أشعة على الصدر، أشعة عادية خالص، والأشعة في حالات الحساسية والفحوصات في الأغلب بتكون طبيعية، ما بيبقاش فيها أي مشكلة. في فحوصات بتبقى خاصة بالحساسية والأمراض الصدرية عموما، دي بيقدروا يعملوها الأطفال الكبار شوية اللي هم فوق سن 7 سنين أو 8 سنين. حاجة زي وظائف التنفس مثلا، بتحتاج أن الطفل يتعاون علشان خاطر يقدر يعمل الفحص بطريقة سليمة وأننا نوصل منه لنتيجة كويسة. في طبعا حاجات متقدمة أكتر اللي هي أنواع الحساسية، إذا لقينا في استعداد الحساسية نعمل أنواع الحساسية. إذا لقينا أن في أي مشكلة رئوية أخرى غير الحساسية قد نلجأ أننا نعمل فحص بالأشعة المقطعية أو حاجة تكون متقدمة أو أشعة متقدمة أكتر، إنما عشان نستبعد بيها أمراض تانية، إنما مش لحالات خاصة بالحساسية.